ازاي توصل لمستوى اللي بياخد هرمونات ولكن طبيعي؟ وايوه عنوان الفيديو ده بجد، والفيديو ده انا عامله مخصوص عشان اوريك واثبت لك ان انت ممكن توصل لمستوى قوي جدا وخرافي بشكل طبيعي، وهوريكم امثله وكله طبيعي. وبصراحه الفيديو ده انا عامله مخصوص للشباب اللي دماغها متحجره ومقفله، واللي بلاقيهم مثلا بيقعدوا يبعتوا لي يقعد يقول لي انا عايز اتمرن معاك واخد كورس منشطات او هرمونات عامه، وهو معتقد ان هو مش هيوصل لمستوى قوي الا اذا اخد هرمونات. دماغه مقفله على ده. وقبل بقى ما اوريكم بطوله WNPF او بطوله الناس الطبيعيين من الاخر اللي شرفونا فيها الابطال المصريين اللي شاركوا فيها والمستويات الجباره اللي كانوا فيها، قبل ما اوريكم الامثله دي كلها هوريكم مثال على نفسي انا. واللي يعرفني او ما يعرفنيش او كان بيتابعني من بدري عامه هيعرف ان انا كنت بادئ من نقطه بدايه اسوأ من 99% من اللي بيشوف الفيديو دلوقتي. وانا من الناس اللي اصلا ما كانش جيناتي احسن حاجه ممكنه ولا جيناتي حلوه اصلا، وبصراحه لو كان جسمي هيكون مؤهل لحاجه هتكون ممكن للرياضه زي الباور ليفتنج مثلا، ولكن مش البودي بيلدينج. وبرغم الجينات اللي ما كانتش احسن حاجه ونقطه البدايه الصعبه جدا اللي انا كنت بادئ فيها، وصلت بعد سنتين للمستوى ده. وبصراحه انا شايف ان دي النتيجه كانت فوق الممتازه في مده زي دي. وبصراحه انا تعبت جدا ساعتها في الفتره دي ايا كان بقى، سواء في التمرين او الدايت، يعني كان تعب فوق الوصف من الالتزام والتعب يعني عشان اوصل للمرحله دي. طبعا ده كله كان بسبب توفيق ربنا رقم واحد. وتعالى بص حاليا وصلت للمستوى ده، وطبعا في النص حصل دروبات كتير، ولكن الفكره ان انت ما تبصش وراك وتكمل. عارف اللي هيشوف الصور دلوقتي او مستوى حاليا يقعد يقول ماشي يعني مستوى كويس وصلت له وكل ده، ولكن مش افضل حاجه ممكنه او كده، وانا عارف وانا متفق معاك. ولكن انا عايز اقول لك بص لنقطه البدايه، يعني بص انا كنت جايبها منين، يعني زي مثلا بيقولوا كده ايه، انا جايبها من تحت قوي، يعني من تحت قوي قوي قوي. وبصراحه لو حد كان قال لي قبل ما ابدا الدايت بقى والتمرين وكل القصه دي كلها ان انا هوصل للنتيجه دي وهبه بالشكل ده، ساعتها ما كنتش هصدقه. واعتقد العبره من الفيديو ده او من قصتي انا ان انت تبقى عارف ان ايا كان نقطه بدايتك ممكن توصل، وهتوصل لحاجه قويه جدا ان شاء الله، بس تتعب وتشتغل على نفسك. صراحه حاجه من اللي خلتني اصلا اكمل في المحتوى اللي انا بقدمه ده والفيديوهات عامه وكل القصه دي، الفيديو ساعتها لما انا نزلته عن الترانسفورميشن بتاعتي، الناس اللي اتغيروا بسببه وزي ما تقولوا كده ايه اتحفزوا بسبب القصه اللي انا عملتها، او خد الموضوع كحافز ان هو يبدا، اللي هو مثلا يقعد يبص ايه ده انا من نفس النقطه، ده انا في نقطه البدايه وانا على نفس المستوى ده وصل، يبقى انا كمان ممكن اوصل، وهكذا. وعايز اقول لكم فعلا مئات الناس بعتت لي بعد الفيديو ده بمده وروني نتائج وصلوا لهم، سواء بقى خسوا او لسه بيحاولوا ان شاء الله، وناس اتمرنت معايا ووصلوا لاهدافهم طبعا. وطبعا اللي عايز يشوف الفيديو هتلاقيه في علامه الاي هنا او هنا، يمكن يكون الفيديو ده اصلا سبب في تغيير حياتك كلها. ندخل بقى على بطوله WNPF اللي هي وورلد ناتشورال بودي بيلدينج فيدريشن، اللي هي اتعملت من قريب في الامارات، اللي هي فعلا كان فيها مستويات مرعبه من المصريين اللي فعلا شرفونا هناك وقدموا مستوى فوق الجبار يعني. وبصراحه انا شايف من الصور بتاعتهم او النتائج بتاعتهم او المستويات اللي وصلوا لها عامه دي بصراحه عبره لاي حد ان انت فعلا ممكن توصل لفورمه الهرمونات وانت طبيعي. وطبعا ممكن حد يقعد يقول ايه ده البطولات دي فيك او بطولات نصب عامه. احب اقول لك بصراحه شبه مستحيل حد يكون بياخد هرمونات ويقدر يشارك في البطوله دي. ليه؟ السبب في حاجتين. اولا اصلا انت عشان تشارك في البطوله دي بيعملوا لك تحليل بيعمل زي ما تقول كده ايه، اكنه بيشوف التاريخ او السجل الهرمونات بتاعك 10 سنين لورا، بمعنى صح بيكشف انت خدت هرمونات ولا لا 10 سنين لورا. عشان ممكن حد يقعد يقول طب ما في ممكن حد اخد مثلا سايكل هرمون او كده ولكن مثلا ايه وقف قبل البطوله على طول. تاني حاجه اصلا بيعملوا تحقيق معاك، وده بيجيبوا ناس اصلا شغاله في المخابرات وبيقعدوا يعملوا معاك انفستيجيشن او زي تحقيق كده، وبيكون في جهاز كشف الكذب، وبيقعدوا بقى ايه في اسئله هم بيكونوا مصممينها عشان يكشفوا لو حد بياخد هرمون اكيد ايه هيقع في الكلام فيها. وبرده اللي بيكسب البطوله دي وياخد كارت الاحتراف عشان يتاهل بقى ان هو يلعب مع المحترفين او كده، برده بيتعمل له تحليل تاني قبل ما ياخد الشهاده بتاعته. حد دلوقتي يقعد يقول يا عم انت عمال تهلك في وقت كتير وعمال تتكلم كتير ولسه برضه ما قلتلناش اجابه ازاي اوصل للمستوى اللي بياخدوا هرمونات وكده ولكن بشكل طبيعي. هقول لك اصبر، ما هو كان لازم اقول لك المقدمه دي في الاول عشان مش كل من هبه ودبه ليه ايه دخل لي في الكومنتات يقعد يقول لي كذب وكل دول مهرمانين وكل القصه دي وان انا نصاب انا كمان وانا كمان باخد هرمونات يا عم. فهوريكم بقى دلوقتي بمثال حي اللعيبه المصريين اللي شاركوا في WNPF وايا كان جيناتهم حلوه او متوسطه وكلنا نقدر نوصل لهم. اول واحد هشام المرجوشي، ده فعلا اللي يتضرب بيه المثل مستوى الهرمونات ولكن طبيعي، وطبعا هو بنسبه 99% طبيعي بما ان هو شارك في WNPF. وبصراحه طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله كحجم عضلي كتنشيف كسيمتريه كل حاجه بصراحه 10 على 10 ما فيهوش غلطه بصراحه ما شاء الله يعني. طبعا هو في البطوله دي اخد كارت الاحتراف ان هو بقى ايه بعد كده يشارك في WNPF مع المحترفين بقى، وتقريبا اخد في البطوله دي مركز تاني. فده اظن ده دليل ان انت ممكن توصل مستوى مرعب او مستوى الهرمونات فعلا بشكل طبيعي. ولكن برضه
وبرده انا عاذر ناس كتير تقعد تقول، وده فعلا حقيقي، ان هو بصراحه معاه جينات. يعني هو بصراحه فعلا من الناس اللي جيناته قويه جدا. يعني مثلا الصوره دي وهو صغير، فبصراحه باين قوي الجينات الجباره. فحد دلوقتي يقعد يقول ماشي يا عم ده جيناته كويسه وحلوه قوي، واحنا مش كلنا جيناتنا كويسه ولا كلنا هنوصل للمستوى ده. فهوريكم بصراحه شخص شارك في بطوله الWNBF برده، وهو عبد الله جمال، وبرده زي ما قلت مستوى حلو وجميل وزي الفل وكل حاجه. وده لو جينا بصينا على جيناته عاديه جدا، وعمل مستوى كويس جدا. وانا شايف بصراحه اي حد يقدر يوصل للمستوى ده. طبعا وصل لمستوى حلو وكل حاجه، مش زي هشام مرجوش والقصه دي كلها، ولكن ستيل برده كويس جدا. وانا شايف اي شخص بالتعب مع التمرين وكل ده ممكن يوصل للمستوى ده. وطبعا برده شخص زي حسين انفورما دخل فعلا بمستوى قوي جدا ما شاء الله. ولو برده حد بيتحجج بحوار الطول يقعد يقول يا ده انا طويل فعشان كده مش هيبان عليا الكتله العضليه وكل ده، هقول لك بص الكابتن حسين انفورما اهو طويل اهو، عمل مستوى فعلا جبار وحجم عضلي وباين حلو جدا. فاللي هيقعد يقول بقى ايه انا طويل واللعبه دي بتاعت القصيرين وكده، بصراحه اقول لك ان انت صح. ولكن على الناحيه الثانيه الناس الطوال دول لما بيعملوا فورمه بصراحه بيكون الشكل بتاعهم فوق الوصف. وطبعا زي ما انتم شايفين فورمه حسين انفورما او واحد زي ارنولد مثلا، ويمكن حسين انفورما ما توفقش في البطوله دي ولكن الجاي احسن ان شاء الله يعني. وبرده حد تاني زي عبد الله فرج من الناس اللي شاركت، وبصراحه مستوى جبار ما فيهوش غلطه من كل شيء، ومستوى قوي جدا ما شاء الله. فاللي عايز اقوله في الاخر سواء بقى من الامثله اللي وريتها لكم اللعيبه المصريين او بطوله الWNBF عامه او تجربتي او رحلتي انا الشخصيه، ان ايا كان نقطه البدايه او المستوى اللي انت فيه هتقدر توصل لمستوى حلو قوي كمان. يعني اعتبر ان وريتكم لو شخص جيناته يعني تحت جدا وانت بادئ من نقطه بدايه صعبه جدا، ادي مثال عليا اهو. لو شخص جيناته متوسطه اديني وريت لكم امثله من بطوله الWNBF. لو شخص جيناته جامده قوي وانت عارف انت حلو قوي، ادي الناس الطبيعيه الجامده اهي وصلت لايه. فانا اعتقد كده ايه انت خارج من الفيديو ده انت عارف توقعاتك هتوصل لايه من الاخر يعني. وبس كده، يا ريت لو اي حد عنده اي اسئله يقدر يستعد في الكومنتات، او هتلاقي ايه لو حد عايز يتواصل معايا او كده هتلاقي كل السوشيال ميديا بتاعتي في الوصف تحت، تقدر تكلمني في اي وقت. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.